في الكثير من الشغف الرياضي، وكانت هناك بعض الانزلاقات، وهذا يهم دولتين شقيقتين تربطهما أواصر قوية جدا وتجمع بين بلدين، ولا يجب أن ندع هذا الشغف يؤثر على العلاقات. إذن هنا نؤكد في كل وقت وحين بأن الرياضة لا يمكن أن تفرق بين البلدان، هي فقط وضعت هذه العلاقات في تجربة، وأيضا وعمق هذه العلاقات بين البلدين. هذه الانزلاقات التي لاحظناها لا يمكن إنكارها، ولكن لا يمكن أن نبالغ فيها. يجب أن نتعامل معها كمبالغة، وكل ذلك هو نابع من الشغف الرياضي ولا يمت بصلة بأي تباينات أو فوارق، لأن هذا الشغف الرياضي لا يمكنه أن يؤثر على البلدين كما ذكر ذلك السيد رئيس الحكومة، ولا يمكن أن تؤثر على العلاقات بين البلدين. هذه الروابط المتجذرة والروحية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، وهي أيضا التي سمحت بالتنقل للطارقة وأيضا للبشر وخدمات إلى غير ذلك، والتي هي ممتدة في الزمن مع اختلاف الظروف والحالات، وهي متجذرة في التاريخ. إذن أصحاب المعالي السيد رئيس الحكومة، في إطار هذه الدورة 15 اللجنة العليا للمختلطة للشراكة المغربية السنغالية، ليس فقط من أجل تهدئة الأوضاع، ولكن أيضا هو من أجل إعادة التأكيد بأننا نعيد بناء علاقات بين دولتين تحترمان بعضهما البعض، اللتان تطمحان معا للمضي قدما نحو مستقبل مشترك، ومن أجل إعادة التأكيد بأن هذه الصداقة هي أكثر متانة من كل العواطف والشغف، ولا يمكن أن نفرق بين بلدينا من أجل تكثيف وهيكلة